يقدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك. يفتح يا رزاق يا مسهل الأرزاق، افتح يا ربي على الشباب وحل عليهم جميع الأبواب بالرزق والبركة، دور النعورة والحركة، وكل واحد يأسس مقاولته ويدير العز لصنعته. إيوا يا ربي سهل على كل شاب وشابة مغربية يديروا مقاولتهم ويحققوا الاستقلالية المالية. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. المقدمة راها سالات وحلقتنا ها هي بدات. اليوم غادي نتكلموا على تحديث المشروع على رأس كل مدة زمنية. واجب عليا ولا بد نفكر واش هذا المشروع مازال صالح ليا، وكذلك نشوف واش المقاولة ديالي خاصة الإصلاح أو توسيع المشروع، وكذلك تجديد في الماتيريال. على كل حال المشروع ملي كدوز فيه واحد المدة زمنية خاصو ضروري جلسة تقويمية. في الحلقة الجاية غادي نتكلموا على التقييم السنوي للمقاولة واللي المحاسبة على هذه العملية عوالة. إذا قبل ما نختمو ندوزو للخلاصة. تحديث المشروع ضروري على كل مدة زمنية باش يبقى المشروع ديالي ديما كيجني الأرباح المالية. وما تنساوش المسابقة باش تعرفوا على 5 الفائزين دروك. دخلوا دابا صفحتنا بالفيسبوك بلا ما تقلب ولا تدور، راه سميتها بودور. جاوبوا على سؤال الحلقة اليومية وغادي تربحوا 5 الجوائز هدية. وملي تجاوب في كومونتير غادي تحتاج دير جيم وبارطاج. ومن هنا الحلقة الجاية يا سادة، الله يلاقينا في ساعة الخير مع شادة. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. قدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك.